السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. في إطار التعريف بالتراث الشعبي، وخصوصا المتعلق بالميدان الفلاحي. جينا اليوم لمنطقة الصعادلة باش نهضروا على المصطلحات اللي كيداولوها الفلاحة، مصطلحات من التراث الشعبي المغربي، المصطلحات اللي كيداولوها الفلاحة فيما يخص هاد المنازل أو المنازل. معنا اليوم السي محمد رجاع، فلاح من منطقة صعادلة، وتبارك الله عليه خبير في هادشي ديال المنازل. غادي يتحدث لينا على هاد المنازل، وكل منزلة امتاش كتكون والسمية ديالها. مرحبا بك معنا سي رجاع. هضر لنا على هاد المنازل ابتداء من شهر يناير اللي كتكون في السنة. اي 4 يناير الذابح. اييه. 17 البولع. بولع. اي. 30 سعد سعود. سعد سعود. اييه. دير فبراير. فبراير شنو كيكون فيه؟ 12 فبراير الخبويه. الخبويه. لا ديك سعد الخبويه. الخبويه. اييه. اييه. 25 فبراير. الفرغ المقدم. الفرغ ولا الفرخ؟ فرغ. الفرغ المقدم. الفرغ المقدم. اييه. دير مارس. اييه. ومارس شنو تيكون فيه؟ 10 فرغ المؤخر، نهار 10 مارس فرغ المؤخر. اييه. 23 بطل الحوت. 23 في مارس بطل الحوت. اييه. ابريل تيكون فيه النازل ديالو. النطح نهار 5 ابريل. اييه. 18 البوطين في 18 ابريل. 14 الدبران. 14 ماي الدبران. زيد. 27 الهاقة. الهاقة. الهاقعة. هاكاك. زيد. ايوا. دير يونيو شهر 6. يونيو اشنو هما المنازل اللي تيكونوا فيه؟ وبلاتي قلتي يونيو. سعود الهنعة. سعود يونيو الهنعة. 22 الدراع. 22 يونيو الدراع. نقيلة بالصيفي. نقيلة بالصيفي. هاكاك. زيد. دير شهر 7. 5 النتيرة. 5 النتيرة. 5 في شهر يوليوز. يوليوز. 18 طرفة. 18 يوليوز طرفة. اييه. زيد. 31 الجبهة. 31 يوليوز جبهة. ودير غشت شهر 8. اييه. 14 الخرتان. 14 في غشت الخرتان. 27 الصرفة. 27 الصرفة. دير شهر تسعود. دير 8. 8 في درتي 8 شهر تسعود. سبتمبر. اييه. زيد. تسعود داك قلنا الصرفة العيوة. الصرفة في شهر في 8 شهر تسعود. العيوة. 22. 22 شهر تسعود. السمك. الاعتدال الخريفي. صح. الله يعطيك الصحة. دير اكتوبر شهر 10. شنو هما كيكون فيه؟ 5 الغفار. 5 الغفار. اييه. 18 الزبلان. الزبلان. 18 اكتوبر. هاكاك. 31 الكل. 31 اكتوبر الكل. اييه. ودير شهر 11 هو نوفمبر. اييه. 13 القلب. 13 القلب. 13 القلب. 26 الشولة. 26 الشولة. هاكاك. زيد. دير شهر 12. تسعود. تسعود شهر دجنبير. النعيم. اييه. 22 البلدة. 22 في شهر 12. البلدة. ولا حسبت درك المنازل. دابا اخر منزله في العام هي 22 شهر 12. انت اللي قول لي شحال، انا ما حسبتش. 28 منزله هو حسبهم. 28 منزله في العام. هاكاك. 4 الفصول. كل فصل الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. صيف خريف. اييه. 4 المنازل. كل واحد فيه 91 يوم.
كل فصل فيه 91 يوم. اي 7 منازل. اه دوكا حسبتي 28 تما ولا لا؟ ما حسبتهمش، ولكن ماشي مشكله مادام انت ضابطهم راه غيكون العدد هو هذاك غيكون. سيدي شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يرحم لك الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تتمه لما قاله الفلاح محمد رجاع فيما يخص الليالي او المنازل الفلاحيه، يعني هو ذكر 28 منزله وعطاه السميات ديالها، وانا كباحث في التراث نحاول نفسر هاد التسميات اللي عطا وارتباطها ببعض الاحداث التاريخيه اللي وقعت للاشخاص وخلات جدودنا المغاربه يوثقوها على شكل امثله شعبيه باش الذاكره الجماعيه تحفظها وتبقى توارثها من جيل لجيل. انا غنبدا باخر منزله ذكرها السي محمد رجاع اللي هي الولده كتكون في 22 دجنبر، وهي عندها جوج تفسيرات على حسب الاعتقاد ديالي انا وعلى حسب البحث اللي جريته في بعض الكتب. هي ملي كنشوفوا 22 دجنبر لو 22 ديسمبر والولده عندها علاقه بميلاد سيدنا المسيح في الاعتقاد او في الكالندري اوكسيدونتال الميلادي الغربي، يعني ديال اوروبا وامريكا، ماشي التقويم الميلادي الشرقي. يعني تيقولوا سيدنا المسيح مزيود في 25 دجنبر، وحنايا هنايا في المغرب تنقولوا الولده، يعني في منزله الولده في 22 ديسمبر. يعني ربما عندها هذا غير تفسير شخصي ديالي، ربما عندها علاقه بهذه المساله هذه، لان المغرب راه قبل ما يدخل الاسلام راه كان الجزء الشمالي ديالو يعني يدخل في الدين المسيحي، وربما بقات هذه يعني من الذاكره الشعبيه المرتبطه بالمعتقدات المسيحيه. نربطوا بواحد من غير سيدنا المسيح، كاين حتى واحد النبي عليه السلام اللي هو سيدنا يونس الذي ابتلعه الحوت. وهنايا عقلت بان السي رجاع الفلاح ديالنا قال في 23 مارس كيكون بطل الحوت. ربما هذا هو من بين الاشياء اللي من خلال يعني القرآن ومن خلال حتى الإنجيل والتوراة أن مذكور فيها سيدنا يونس حينما ابتلع الحوت، ربما يكون يعني ابتلعه الحوت في 23 مارس، وبقيت هذه التسمية يعني في الذاكرة الشعبية المغربية من زمن النبي يونس عليه السلام الى يومنا هذا. اذا هادو جوج تسميات اللي عندها علاقه بالدين المسيحي، وحتى يعني بالشعائر ديال اللي مذكوره في التوراة، والقصص ديال الانبياء اللي مذكوره في التوراة مذكوره في الانجيل ومذكوره في القران. دابا غنرجع معكم لواحد 4 المنزلات مرتبطين بواحد الشخص سميتو سعد. دابا من غير كاينه الولده، كاين اللي كيقول عليها الولده اللي هي في 22 ديسمبر، وكاين اللي كيقول عليها سعد البلده. ومن موراها كتجي سعد الذابح، ومن موراها كيجي سعد البولع، ومن موراها كتجي سعد سعود، ومن موراها كتجي سعد الخبيه او الاخبيه. يعني حنبداو باخر منزله في العام اللي هي لو 22 ديسمبر 22 دجنبر اللي كتسمى سعد البلده. يحكى ان هذا سعد واحد الشخص اللي كان يعني مستقر في البلده ديالو في هذا الوقت هذا 22 ديسمبر. كيقولوا سعد البلده. كاين بعض الامثله اللي مرتبطه بهذا سعد البلده. كيقول لك سعد البلده كيرد العروسه قرده والعجوز او العجوزه جلده. يعني تتميز هذه الليالي او الليالي بجزء بانخفاض في درجه الحراره. وسعد البلده يعني ان سعد كان مستقر في البلده ديالو، ولكن بغى يسافر وما خلاش الوالد ديالو، قال ليه ما تسافرش هذه الوقيته راه يكون فيها البرد قارس، ويعني طرق مقطوعه من اذا كان منطقه ثلجيه. ولكن هو قصح راسو وسافر في هذه الوقيته، ومن موراها سافر وكان سافر على الناقه ديالو.
ومن موراها يعني جا ثلج كتير، واضطر سعد انه يذبح هذيك الناقه ديالو اللي كان مسافر عليها. ولذلك سميت هاد الليله او هاد المنزله او هاد المنزله بسعد الذابح، وكتبتدئ في وكتكون في 4 جونفي 4 يناير من كل سنه ميلاديه. وهذا سعد ملي ذبح الناقه ديالو اختبأ فيها، يعني فرغها من الاحشاء ديالها ومن هذاك الشيء، واختبأ فيها ليقي نفسه من البرد. هذا سعد بقى في هذه الناقه ديالو يعني تقريبا واحد المده، ولما وصلت 17 يناير بدا كيحس بالجوع، يعني بعد 13 يوم من الاختباء ديالو في هذا داخل جوف الناقه اللي كان ذبح، يعني بدا يحس بالجوع. و 17 يناير بدا كيبتلع، ما لقى ما ياكل مسكين، بدا كيبتلع يعني الريق ديالو من شده يعني الجوع. هذاك الشيء علاش لو 17 جونفي 17 يناير كتسمى سعد البولع، يعني ابتلع ريقه فقط. وفي 30 يناير غادي يخرج سعد من جوف الناقه اللي ذبح، وكان مختبئ في الجوف ديالها، يخرج منها في 30 جونفي. لذلك سمي هذه المنزله سميت بسعد السعود. وباش نرجع بكم الامثله اللي مرتبطه بسعد الذابح، اللي هي كما قلت لك كتمتد من 4 جونفي، فيها كتكون قسوه البرد. وهناك العديد من الامثله الشعبيه كيقول لك سعد الذابح كيجمد الماء في راس القرع، وسعد الذابح لا وجوه تشابه، ولا كلاب تنابح، ولا عطار رابح. كذلك كاين واحد المثل شعبي: الذابح سعد الذابح يقتل النعجه ويخلي ولادها تتضابح. سعد الذابح كلبه ما نابح، وفلاحه ما فالح، وراعيه ما سارح. هي منزلة شديدة البرودة يبحث فيها الإنسان عن التدفئة ويقترب من مواقد يعني النار اللي كتسمى عندنا في المغرب الكوانن، ويقال عن بردها الدفا عفا والبرد قتال، ودخان يعمي ولا برد يقتل. هذا بعض الأمثلة التي يعني تقال على منزلة سعد الذابح. كتجي واحد المنزلة سميتها سعد السعود، وهذا سعد السعود ملي خرج سعد كما قلت لكم من وسط الناقه ديالو. وهنايا كتستافد الكائنات من الامطار، وكتصبح سبحان كل ذات مولود تتوفر على الحليب. وقيل في هذا الصدد اذا دخل سعد السعود كيجري الماء في العود، ويسخن كل مبرود، ويطلع الحليب في التيود، يعني في الثدي ديال كل يعني دابه يعني. وكاين مثل شعبي كذلك يقال على هذا سعد السعود: في سعد السعود تخرج الحيه والقنفذ باللغه العربيه. ومن مورا هاد سعد السعود كاينه واحد المنزله كذلك تسمى على سعد، وتسمى الخبيه او سعد الاخبيه. يعني تصبح الأجواء دافئة، مما يسمح للحشرات والزواحف وغيرها بمغادرة مخابئها بحثا عن الدفء. وقد قيل في الأمثلة الشعبية: سعد الخبية تخرج كل من هي مخبية. وفي المنزلة في هذه المنزلة ينتهي فيها موسم حرث الزراعات البكرية. إذن هناك يعني 5 ليالي مرتبطة بسعد، بدءا من سعد البلده او الولده، ثم سعد الذابح، ثم سعد البولع، ثم سعد السعود، ثم سعد الخبيه. هادو فيما يرتبط بالتفسيرات علاش تسمات بهاد السميات راه ذكرتها لكم. وهاد الليالي تنقسم عند الفلاحه الى فترتين متساويتين، من 20 يوم الاولى اذا كانت ممطره يعتقد الفلاحين ان محاصيل السنه ستكون شبه عجفاء. اما اذا حصل العكس، اذا كانت 20 الثانيه هي اللي ممطره، و20 الاولى يعني كانت امطار قليله، يعم التفاؤل بنسبه فلاحيه جيده وتشير الامثال الشعبيه الى ذلك بما يلي: الليالي المسعوده تنزل الشتاء بالليل
والنهار كتكون مفقودة، أي أن نزول المطر ليلا يسمح للفلاح بالعمل نهارا. وقيل كذلك إذا روات في الليالي عول على السمن بالقلالي أو القلل، يعني بمعنى سقوط الأمطار في هذه الفترة يسمح بتوفر المرعى بكثافة في المراعي، وبذلك يكون الحليب ومشتقاته كالسمن والسمن وافرا. ومنها كذلك اللي يحب العنب يزبر الدوالي ويغرسهم في الليالي. من يريد العنب عليه أن يهتم بغراسة الكروم وتقليل من هذه الفترة. وكاين كذلك واحد المثل شعبي: زبرني في الليالي وخلي لي ديالي، أي أن هذه الليالي هي الفترة المناسبة للاهتمام بالأشجار وتقليمها. هادو واحد المجموعة ديال المعلومات اللي استقيتها من عند الناس الفلاحين واللي عايشين في الوسط القروي المغربي، باش نوضحوا هاد الكلمات وهاد الأمثلة الشعبية، لأنها تدخل في إطار الذاكرة الشعبية والذاكرة الجماعية، وهذا واجب ديالنا باش نوثقوها للحفاظ عليها، لأن كاين واحد العولمة والمكننة والعصرنة ديال القطاع الفلاحي، وهذا يعني ما خصناش تخلينا نساو التراث الشفوي ديالنا المغربي. وهذه دعوة للباحثين في التراث الشعبي المغربي للبحث في أسماء المنازل الأخرى، ويعني سبب تسميتها. أنا يعني بحثت في 5 أو 6 وربطتها بواحد الشخصية اللي سميتها سعد، وكذلك ببعض الأحداث أحداث تاريخية للأنبياء لسيدنا عيسى وسيدنا يونس. ولكن راه مازال عندنا إلا ضفنا 5 زائد 2 هي 7، بحال باقي عندنا 21 منزلة من 28 اللي مازال ما عرفناش علاش تسمات بهذه الأسماء. هذه دعوة للأصدقاء والزملاء الباحثين في التراث الشعبي باش يزيدوا يبحثوا في هذا الشيء. هذا غير فقط توطئة، مدخل اللي باش نفتح لكم الشهية كباحثين باش تزيدوا تبحثوا في هذه 21 منزلة المتبقية. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون عجبتكم هاد المعلومات اللي جبت في هذا الفيديو، وشكرا لتتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.